السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل متابعين الصفحة. وحشتونا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رابع يوم العيد. زينة رمضان بنشيلها من البلكونة، صح كده؟ ايوه، بتتشال من البلكونة. طيب، هي بتتشال من البلكونة، ما بتترميش بقى في الدولاب وتسيح لتاني سنة وما بنستخدمهاش ومش بنستغلها. لا، ليها استخدامات تانية. يعني انا زينة رمضان لما شلتها من البلكونة قررت اعمل بيها حاجة حلوة قوي. بصراحة هي كانت اللهم بارك كانت كتير، واي حد فينا بيبقى عنده الزينة بتبقى ياما، لان احنا بننزل على زينة رمضان بنحط بنشتري زينة بالهبل. فانا قررت ان انا اعمل حاجة. طبعا احنا بالنهار، بصوا انا جيت كده قمت، بصوا زي ما انتوا شايفين معلقاها على فوق السرير. بس في حاجة تانية، يعني انا هنا عندي التكييف، هوريكم بقى لما تنور. ودي الستاره العاديه اللي هي بتاعت اعياد الميلاد. انا بحب قوي ان انا ازين بيها الشقه عندي. يعني انا حطاها في كل مكان، حاطه زينه عيد الميلاد دي في كل مكان. تعالوا بقى هنا بقى هوريكم بس ان احنا نعمل ايه. هوريكم بس الجمال والسكر والعسل والتحفه. انا بصراحه بالليل بتبقى تحفه والله العظيم. بصوا شايفين؟ اي حد عنده زينه رمضان لو سمحتي من فضلك ما ت... بصوا شايفين؟ حبيبة قلبي، ما تاخدهاش تحطيها في الدولاب او في الدرج لتاني سنة وتضيعيها. لا، انت بايدك ان انت تخلي الاوضة بتاعة النوم او اوضة المعيشة واتيفر تحفة هايلة. بصوا شايفين؟ انا بس هقرب بس عليكم. بصوا الجمال، بصوا شايفين العسل؟ بصوا، بتكلم بجد والله. يعني بصوا حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. ما تشيليش زينة رمضان وتقولي خلاص رمضان خلص. لا، زيني بيتك، زيني شقتك، زيني الأوض النوم. بصوا